ودول مش نقول عليهم بقى سيس، لا احنا نقول عليهم دول الضحايا. اللي احنا يعني الناس تتعاطف معانا، يعني اللي احنا مش عالم تاني، يعني احنا زيهم برضو، بشر زيهم، محدش بيجيب لنا حاجه. يعني احنا عايزين بس ان احنا نشتغل شغله حلوه. دول مش لاقيين الرعايه، لو لاقيين الرعايه ولاقيين ناس ياخدوهم ويشغلوهم ويصنعوهم هيبقوا ناس محترمه. أنا اسمي رانيا رفعت شاهين وبشتغل محامية، بشتغل في الفن، بمثل وبخرج مسرح وبعمل عرايس ماريونات. هي فكرة شغلي مع أطفال الشوارع وعمل لهم مسرح ماريونات. بشوف إن الفن وسيلة جيدة للتنمية. فأنا ساعتها اضطريت إن أنا أنزل أبتدي أسأل الأماكن اللي هم بيتواجدوا فيها. مش عارف وبينهم في الجنينه دي. ما أنا عارفة إن هم بيناموا في الجناين، بس أنا مش لاقيهم، مش عارفة. دورت في الجنينة هنا وبصيت في العربيتين الصفر اللي هناك ما لقيتهمش. هما فين؟ ده كل يوم هنا، لو كانوا اللي انا عارفه. أنا كنت قاعد في الشارع وكده، ورحنا النادي الأبجية. أستاذ عصام عرفنا على المخرجة رانيا رفعت، راح منزلنا عندها ويبقى نمثل معاها وكده. لما اتكلمنا قلنا هنعمل مسرحية، فكرت إن أفضل مسرحية هتكون خاصة بحياتهم. فكنت بقول لهم دي انتوا بتوصلوا صوتكم للناس، فإحنا هنعمل حياتكم. المسرحية اسمها إحنا فين وانتوا فين، يعني إحنا يا أولاد الشوارع فين وانتوا يا مجتمع فين. العرض فيه حوالي 13 عروسة، اشتغل فيهم ناس كتير، فابتدينا نصنع، لأن العروسة بتاخد 15 ساعة تصنيع. ابتدت لما العروسة تطلع تتشبك خيوطها، ابتدوا يخافوا عليها. وأنا حبيت العرايس كده، لما مسكت العروسة وبقيت ألعب بيها حبيتها. محمد إمام كان دراع اليمين في المسرح، فوجئت إن هو موهوب قوي، دماغه بتشتغل بسرعة. أنا رسمت الشيشة، عملت الشيشة ورسمت المكتب بتاع الضابط، وأنا اللي كنت عامل طاقيات الضابط والعسكري. فعملنا العرض. كانوا كلهم بيحركوا مع بعض من فريق البرجولة، لأني كنت مهتمة إنهم يختلطوا بالناس العادية. المسرحية دي يعتبر واحد مننا هو اللي بيحصل له كده في الشارع. الضابط بيرفضهم وبيقول لهم انتوا، انا عارف ان مفيش فايده فيكم، خدهم يا عسكري، هتفضلوا مجرمين شويه كلاب. انا عامله النهايه الحجز اللي هو القفص، مش بقى على الجنب، لا واخد وش المسرح كله. انا هنا بعمل اتهام كمان للمجتمع. انتوا اكلكم حلال، يا ريت يطلعوا قانون يسمح لنا. اضاءه بتخفت وبتزعل وهم بيغنوا نهار ضلمه وللقاسي يومات يزودوا جراحنا ويوم مريم. هنا الناس كانت واقفه من التسقيف، لان انا الناس كانت وقفت اوريدي التسقيف لغايه ما خلصنا خالص، فضلوا يسقفوا كتير جدا. وواحد من الاتحاد الاوروبي بيقول انا كنت فاكر اللي ورا دول محترفين. وجوز الام سرحنا ودنيتنا ما عندنا بتسرق منا افراحنا. كان الناس، انا متهيألي الناس كلها بتقول ازاي دول اطفال شوارع وهم اللي عاملين كده، مش جايه خالص ان يكونوا اطفال شوارع ويعملوا كده، كلهم مستغربين. الناس اللي اشتغلت معايا انا شايفه ان هم اتطوروا، شخصيتهم اتطورت مش انا بس اللي بقول كده، كل اللي اتعامل معاهم قال كده. انا كنت مهتمه اني انمي جواهم حلم، هدف. لو في هدف الناس بتعمل مستحيل عشان هدف. الناس بتشوفنا في الشارع كده بتخاف مننا، كل الناس فاكره الدنيا بالمظاهر بس.
الدنيا مش بالمظاهر، الدنيا بالقلب.